لما ما اعرفش انا بنطق اسمها صح ولا لا اصلا، عشان انا اصلا قعدت اتدرب على الاسم ده كتير، مش جاي معايا سكه خالص. هو فريق يوناني. اسم بصوا معفرط، والله اسم معفرط. بيلا سنياكوي، بيلا سنياكوي اليوناني. بصوا ما حدش يحاول يحفظ الاسم ده، عشان الاسم ده اصلا عامل لي تربانه في دماغي. مدير فني قوي جدا، سي في ما اقولكش، سي في عالمي، سي في عالمي. وخلينا نتكلم مع بعض من القلب شويه. الراجل ده لو النادي الاهلي تعاقد معاه بالفعل سينقل النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي نقله نوعيه، نقله في حته تانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي الاهلاويه في كل بيت، اعزائي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده هنتكلم فيها عن المدير الفني الجديد لنادي الاهلي، وهنتكلم فيها برضو عن شويه حاجات كده تخص نادي الزمالك. بس فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك بالحلقه ديت نوصل بيها لاكبر كم من اللايكات، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللهم اغفر لابي وامي وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين، وادخلهم جنه النعيم، وانصر اخواننا في فلسطين. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. في البداية وقبل أي شيء عايز أقول لك على خبر مهم. الخبر المهم ده هو إن فيريرا بيحذر بزيرا. أيوة، فيريرا مدير الفني لنادي الزمالك بيحذر بزيرا. طبعا ده عنوان بسم الله ما شاء الله كده ينفع أفيش فيلم. بيزيرا اللي ما يعرفش يعني ان بيزيرا ده هو خوان الفينا بيزيرا، اللي هو اللاعب البرازيلي المخضرم جدا، اللاعب القوي جدا الممتع جدا اللي بيلعب في نادي الزمالك دلوقتي. خوان فيريرا طبعا فيريرا نده له كده، قال له تعالى كده بيزيرا عايزك في حاجه بعد اذنك. قال له ايوه يا فندم امرني. قال له حضرتك عندك كام انذار؟ قال له عنده انذارين. طبعا قال له انت خدت الانذارين دول فين؟ قال له في ماتش مودرن سبورت لما قلعت التيشيرت ورحت على الجمهور الزمالك وبتاع. قال له ايوه، شغل بقى حلنبوقه اللي انت بتعمله ده انا مش عايز اشوفه تاني. شغل انك تقلع التيشيرت وتروح لجمهور وبتاع وتاخد انذار بسبب موضوع زي ده انا مش عايز اشوفه تاني. ممكن تروح تحتفل مع الجمهور عادي خالص جدا من غير ما تقلع التيشيرت ومن غير ما تاخد انذارات والدنيا تبقى حلوه. ها ماشي يا سيدي. الانذار التاني خدته فين؟ قال له في ماتش المصري. طبعا هو اتغاضى عن هذا الانذار لانه عارف ان ماتش المصري كان فيه التحامات كتير وكان فيه التحامات بدنيه كتير وكان فيه عنف كتير في المباراه، فده طبيعي ان هو ياخد انذار. فطبعا حذره جدا 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 من ان هو ياخد انذار علشان ماتش الاهلي، لان طبعا كلنا عارفين من غير نقاش ومن غير حوارات، وكلنا عارفين اللي انا هقوله ده كويس، ان دلوقتي حاليا في نادي الزمالك بيزيرا او الفينا هو بيمثل 60% من قوة نادي الزمالك حرفيا. والله العظيم زي ما بقول لك كده، بيزيرا او الفينا اللي انت عايز تقوله عليه تقوله بيمثل 60% من قوة نادي الزمالك حاليا. فهو حذره بقى من النقطة دي، قال له بقول لك ايه يالا انت يالا، انا بص ما تخلينيش تغيب عليك، ولو عايز تاخد انذارات كده بالبلدي خدها في الماتش الجاي اللي هو ماتش الاسماعيلي، لان كلنا عارفين ان الزمالك عنده الاسماعيلي وبعدين الجونه وبعدين الاهلي. اسماعيلي جونه اهلي كده تقريبا. بكره برضو ماتشهم او يوم الجمعه، بكره ماتش الزمالك مع الاسماعيلي، وبعد كده ماتش الجونه، وبعد كده ماتش الاهلي. فقال له لو عايز حضرتك او سيادتك تاخد انذار خد انذار في ماتش الاسماعيلي عشان تبقى كده الحمد لله كده حلوه معانا والدنيا حلوه وباي باي ما نشوفكش في ماتش الجونه، بس اهم حاجه ما تسيبنيش في ماتش الاهلي. فلو عايز تاخد انذار يا حبيب قلبي خد لك انذار في ماتش ايه؟ الاسماعيلي. فبالتالي هيتحرم من لعب مباراه الجونه وماتش الاهلي هيبقى موجود عادي. بس ما تجيليش بقى الدنيا تبقى حلوه معاك في ماتش الاسماعيلي ما تاخدش انذارات وتيجي تاخد لي انذار في ماتش الجونه وما تلعبش ماتش الاهلي، لان هو بيمثل 60% زي ما قلنا من قوه النادي الزمالك. نخش على الموضوع الثاني بتاعنا وهو الاهم، المدير الفني الجديد واللي اسمه غريب جدا جدا جدا. انا ممكن اكون سمعت اسمه قبل كده بس انا يعني ما اعرفوش، بس لما دخلت بقى عملت سيرشات وبحث وبتاع والدنيا لقيت الراجل ده السي في بتاعه ملوش حل. اسمه فاتح ترام، مدير فني تركي. فاتح ترام، انت بقى سمعت عنه قبل كده ما سمعتش؟ انا ما اعرفش، لان انا شخصيا يعني معلوماتي عنه كانت ضعيفه، بس انا دخلت عملت سيرش وعرفت الراجل ده
انجازاته ايه. والراجل ده بالمناسبه هو اللي اختار مصطفى محمد للاحتراف في جلاتا سراي بعد ما خرج من الزمالك. يعني هو كان السبب في وصول مصطفى محمد لجلاتا سراي والاحتراف في جلاتا سراي التركي، بعد طبعا ما مصطفى محمد ترك نادي الزمالك. عبقري جدا، ذو خبرة قوية جدا، وذو شخصية قوية جدا جدا جدا، وحط تحت جدا 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 دي مليون خط. درب مين بقى؟ انا هقول لك دلوقتي هو درب مين. الراجل ده درب جلاتا سراي التركي، ودرب كمان فرقة تركية اسمها جوستيب، ماشي، ودرب أنقرة، طبعا كلنا سمعنا عن أنقرة يعني مش محتاجة حاجة، ودرب منتخب تركيا للشباب والمنتخب الأول، يعني درب منتخب الشباب في تركيا ودرب المنتخب الأول. طبعا ده كله كلام حلو قوي لحد هنا. تعالى بقى يا معلم، درب اي سي ميلان، ودرب فرونتينا الإيطالي، ودرب بيلاس ناكايوي، اللي ما اعرفش انا بنطق اسمها صح ولا لا اصلا، عشان انا اصلا قعدت اتدرب على الاسم ده كتير مش جاي معايا سكه خالص. هو فريق يوناني. بيلا سنياكايو اسم بصوا معفرط، والله اسم معفرط. بيلا سنياكوي اليوناني. بصوا ما حدش يحاول يحفظ الاسم ده عشان الاسم ده اصلا عامل لي تربنه في دماغي. ودرب الشباب السعودي، وطبعا دي سيره ذاتيه روعه الروعه، يعني من اي سي ميلان لفرونتينا الايطالي للفرقه اليونانيه اللي انا مش هقول اسمها تاني ديت، لمنتخب الشباب في تركيا والمنتخب الاول لجلاتا سراي، لجوستيب تركيا، لانقره تركيا، يعني سي في ما اقولكش. وطبعا في الاخر شباب السعودي. سيره ذاتيه مفيش احلى من كده. ايه البطولات بقى اللي حصل عليها فاتح ترام؟ حصل على 8 دوري مع جلاتا سراي التركي، 8 دوريات مع جلاتا سراي التركي، وحصل على 1 يوروبا ليج. وطبعا لما كلنا نعرف ان في فرقه في تركيا حصلت على يوروبا ليج، طبعا كلنا لازما نكن لهم كل الاحترام هم ومدربهم الفني اللي هو فاتح ترام. تمام، ده طبعا يبقى مدرب جبار انه ياخد يوروبا ليج بفريق تركي، ده يبقى فريق جبار او مدير فني جبار، لان طبعا كلنا عارفين ان دي بطوله يوروبا ليج، دي بطوله قويه جدا جدا جدا، وبيشارك فيها جميع فرق انحاء العالم. يعني في فرق من جميع انحاء العالم بتشارك في اليوروبا ليج، فان يطلع كده فرقه من تركيا تاخد اليوروبا ليج ومعاه مدير فني زي فاتح ترام ده، يعني دي حاجه طبعا قويه جدا جدا جدا، وحاجه نحترمها كلنا جدا جدا. واخد كأس تركيا 3 مرات، واخد السوبر التركي 3 مرات، و وايه انا مش عارف اقول ولا ايه وايه، خلاص هو كده. يعني اقول لك ايه اكتر من كده؟ 8 دوري مع جلاتا سراي التركي، واخد 3 كاس تركي، و4 سوبر تركي مع البطوله بتاعت اليوروبا ليج اللي خدها. ده كده والله العظيم 3 سي في فتاك بجد، هينقل الاهلي في حته ثانيه، وهو مدرب ذو شخصيه قويه زي ما قلت لك، وعبقري، وبص فنان مدير فني فنان من الاخر. يعني نقدر نقول كده ان في دلوقتي تفاوض من النادي الاهلي شفوي، في واحد من احد ممثلين النادي الاهلي او احد ممثلي مجلس اداره النادي الاهلي بيتفاوض مع المدير الفني بشكل شفوي، يعني بالحب من الاخر، يعني حاجه حب كده. وطبعا المدير الفني ابدى ترحيبه جدا 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 بتدريب النادي الاهلي. اذا لو حصل تفاوض بشكل رسمي فاضمن بنسبه 90% او 95% المدير الفني ده في الاهلي، وان شاء الله يكون هو اللي بينقل الفرقه النادي ده في حته ثانيه. وعلى فكره بدون اي تعديل على اي صفقات، هو الراجل المعلومات اللي جات لي او المعلومات اللي وصلت لها ان الراجل طبعا برضو لما اي نادي بيتفاوض مع اي مدير فني، المدير الفني ده طبعا بيبقى عايز يعرف ايه السيفيهات او ايه النادي ده عباره عن ايه، جماهيريته عامله ازاي، واخد بطولات قبل كده قد ايه، مين هو النادي الاهلي، شخصيته ايه، دنيته ايه. فدخل الراجل عمل سيرش، لقى طبعا النادي الاهلي اقوى نادي في افريقيا
واقوى نادي في الوطن العربي كله، ولقى ان في سكواد تقيل جدا. وهو طبعا عارف بما انه درب جلالة السراي وكان شغال في تركيا وكان شغال مع اي سي ميلان وكان شغال، اكيد عارف حد زي تريزيجيه، لان تريزيجيه كان محترف في الدوري التركي، واكيد عارف بعض من لعيبه النادي الاهلي. فبدون اي تعديلات هينقل النادي نقله تانية، وان شاء الله يكون هو ده اللي فيه الخير للنادي الاهلي. ولحد هنا يكون خلص الفيديو بتاعنا. ما تنساش زي ما قلت لك في اول الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده، توصله لاكبر عدد من اللايكات بالله عليك. ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان لما ينزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. شكرا ليكم والسلام عليكم.